قليلا احتراما وتقديرا لهذا الجميل. ايوه، ايرلينج هالاند اللي مش شايف حد ومش واخد باله من حد ومش عامل اعتبار ولا حساب لاي حد في الدوري الانجليزي، سواء فرق الدوري الانجليزي او كمان مدافعي الخصوم. معاكم احمد عثمان وحلقه جديده من حلقات قناتكم وبرنامجكم ملعب عثمان. نبدا بالصلاه على النبي ونقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقه النهارده هنتكلم عن فانتسي الدوري الانجليزي وتحديدا مباراه مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، والمباراه اللي انتهت بنتيجه تاريخيه للسيتي ب6 اهداف مقابل 3 لليونايتد، في مباراه انفجر فيها ايرلينج هالاند وثأر وانتقم لما حدث مع والده او منذ عام 2001. هتكلم في القصه دي سريعا، ولكن وصلك الفيديو انزل اخبط اللايك المتين واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا ان شاء الله اول باول. طيب، هالاند، ايه قصه هالاند واللي بيعمله فينا هالاند؟ يعني الراجل ده ظاهره كونيه يعني غريبه، لازم نتكلم عليها ولازم نديها حقها، لان احنا يعني متجهين كده في اتجاه يعني غريب في كره القدم. لاعب يعني مقبل على تكسير وتحطيم كل ارقام النجوم والاساطير بتوع كره القدم. لاعب عنده 23 سنه او لسه ما كملش كمان 23 سنه وبيعمل كل الكلام ده، فاحنا يعني على موعد مع مشاهده موهبه كبيره في كره القدم لمده ما لا يقل عن 10 سنين جايه. طيب، هالاند في البدايه بغض النظر عن اللي حصل النهارده في المباراه، هالاند تصريح قديم مع قدومه لفريق مانشستر سيتي قال ان هو متشوق للعب ديربي مانشستر عشان ينتقم لوالده وما حدث مع والده. طيب، ايه اللي حصل لوالده؟ هالاند، والد هالاند كان لاعب في الدوري الانجليزي، ما كانش نجم او بيحظى بالنجوميه اللي بيحظى بيها ابنه ايرلينج هالاند، ولكن كان لاعب كويس لانه لعب في انديه كويسه في انجلترا، اللي مثل نوتنجهام فورست ومثل ليدز يونايتد ومثل مانشستر سيتي كمان. فيعني الانديه دي كانت انديه كبيره وانديه من الانديه المحترمه في الوقت اللي كان بيلعب فيه هالاند الوالد في الدوري الانجليزي. في عام 1997 كانت في مباراه بتجمع بين مانشستر يونايتد وليدز يونايتد، اللي كانت المباراه دي كانوا الفرقتين هم بينهم منافسه لدوده في الوقت ده ما بين بعضهم. يعني المباراه دي اتلعبت في عام 97 زي ما قلت، روي كين اللاعب الايرلندي روي كين، خدوا بالكم من الاسم ده عشان هو اللي بتدور حواليه القصه دي كلها. روي كين في المباراه دي حسب تصريحاته والكلام اللي هو قاله بلسانه بعد الماتش ان هو كان مخمور، وكان طبعا في صراع مع شرب الخمر قبل المباراه بيومين تقريبا، وما كانش يعني مستعد بشكل جيد للعب المباراه، ولكن لعب المباراه وبدا كمان، وكان عنده دوار في المباراه دي طبعا من تاثير الخمور عليه، وكان بيلعب عليه من في المباراه دي والد ايرلينج هالاند. وفي احدى الكرات حاول روي كين ان هو يضرب والد هالاند ضربه قويه، ولكن يعني الضربه دي ما جاتش في والد هالاند، ووقع هو على الارض وتسببت لروي كين نفسه في اصابه قويه جدا وهي الرباط الصليبي وقتها، اصابه انهت موسم روي كين في الوقت دوت. ولكن من ساعتها روي كين وهو بيخطط للانتقام من هالاند في اول مباراه تجمعهم، وجمعتهم بالفعل مباراه في ديربي مانشستر في عام 2001 بعد 4 سنين من الواقعه اللي انا ذكرتها. في المباراه دي لما اتصاب روي كين في مباراه 97 مباراه ليدز ومباراه مانشستر، راح له هالاند وقال له قوم انت بتدعي الاصابه وتمثل وكده، وهو كان طبعا عنده رباط صليبي. في مباراه 2001 لعبوا المباراه مع بعض، وكان كده روي كين عمال يعني في اي كره فيها التحام او كره مشتركه بينهم عايز يضرب هالاند باي شكل. يعني تمكن بالفعل من ضربه ضربه قويه جدا في ركبته اليمنى، وسقط ارضا على طول والد ايرلينج هالاند في الوقت دوت، وبرده اتصاب اصابه قويه جدا جدا جدا، كانت سبب كبير من اسباب ان هو يعني تنتهي مسيرته او تنهي على مسيرته في لعب كره القدم. اضطرد ساعتها طبعا روي كين، الكلام ده هو اعترف بيه بنفسه، يعني الكلام ده هو اللي قايله بنفسه روي كين. اضطرد روي كين في طبعا اللعبه دي كارت احمر مباشر على طول، وتوقف ساعتها 3 مباريات، ولما طلع قال ان هو كان كمان ناوي او هو كان بينتقم. ال3 مباريات دول اتوقف بعدهم 5 مباريات تاني وخد غرامه ماليه كبيره ساعتها، وقبل ما يطلع من ارض الملعب راح كده انحنى واتجه ناحيه هالاند الاب ساعتها وقال له فيما معناه عشان تعرف بعد كده تتريق عليا وتسخر مني وتقول لي ان انا بدعي الاصابه. دي كده القصه اختصارا، وعشان كده ايرلينج هالاند كان بيتمنى انه يلعب ديربي مانشستر، وبالفعل لعب ديربي مانشستر وحرك مانشستر يونايتد بالكامل. يعني النهارده عمل مباراه تاريخيه، 6 اهداف سجلهم السيتي، الراجل ساهم في 5 اهداف منهم، 3 اهداف بهاتريك
و2 اسيست كمان، وعمل مباراه يعني بجد مش ممكن. اللي اتفرج على المباراه النهارده يا جماعه، واكيد كلنا اتفرجنا عليها، الراجل بيعمل في الكوره حاجات غريبه، يعني بيعمل في الكوره حاجات العقل ما يصدقهاش، لدرجه ان في ناس بتقول عليه ان دوت مش كائن ارضي، مش كائن، يعني الراجل دوت من كوكب تاني او من عالم تاني غير اللي احنا عايشين فيه. فعلا مهاجم قوي جدا، مهاجم اسطوري، مهاجم انا بتوقع له شخصيا يعني تاريخ وارقام اسطوريه وارقام اعجازيه هيحطمها وهيكسرها، وكمان هيبقى من الصعب الوصول ليها. الراجل لحد دلوقتي مسجل 14 هدف من 8 مباريات في الدوري الانجليزي، رقم ما حصلش قبل كده، ورقم من الصعب حدوثه، يعني معدل تهديفي عالي جدا. فراجل زي ما قلت في اول الفيديو مش شايف حد في الدوري الانجليزي، ولا شايف مدافع بيلعب قدامه، ولا شايف اي حاجه، مش محترم اي حد في اللعبه، يعني هو مش محترم اي حد في الكوره بشكل عام. طيب نتكلم بقى على هالاند من ناحيه الفانتسي. انا يا جماعه شخصيا قلتها وبقولها، اللي متابعني الحمد لله، مش انا بس اللي بقولها والله، مش انا اتجند من العفريت، يعني مش انا اللي بقولها بس، لا كل الناس بتقول الكلام دوت. هالاند نسبة ملكيته عالية جدا جدا جدا، تتخطى 80%. فبرضه واحدة في تاريخ لعبة الفانتسي مفيش لعيب تخطى 80% كنسبة ملكية. هالاند عملها في أول موسم ليه في الدوري الإنجليزي. طيب هالاند الراجل ده نسبة ملكيته عالية جدا، فلازم يكون موجود معاك حتى لو ما بيسجلش، فما بالك بقى إن الراجل دوت مسجل 14 هدف في 8 مباريات. لو الراجل ده مش معاك انت بتلعب فانتسي غلط، وما بتلعبش بالمنطق حتى، يعني ما بتحكمش المنطق والعقل وانت بتختار تشكيلتك في الفانتسي. لدرجه ان في ناس بيقولوا ان هالاند ده موجود معايا في تشكيلتي والكابتن بتاعي طول ما هو في الدوري الانجليزي، يعني طول ما هو بيلعب في الدوري الانجليزي وطول ما هو متواجد في الفانتسي هو في تشكيلتي، هو الكابتن بتاعي كمان. لاعب مش متواجد معاك انت بتخسر وبتنزل في الرانك بشكل كبير. يعني النهارده ال 20% اللي مش طبعا هالاند مع 80% من اللي بيلعبوا فانتسي، في 20% معهمش هالاند، دول نصهم انتحر النهارده، وربعهم طبعا في المصحات النفسيه، والربع الثاني بيكلم نفسه، يعني لسه بقى بيشاور عقله ما بين انتحار او يعني انه يروح مصحه نفسيه. حاجه غريبه، حاجه لازم يكون موجود معاك. يعني انا شخصيا خيسوس مثلا الماتش اللي فات او في الجوله دي ما رضيتش امشيه. ليه؟ بالرغم ان هو سجل هدف، ما رضيتش امشيها، هي نسبه الملكيه بتاعته، راجل نسبه ملكيته برضه حوالي 70%. فلو انت مشيته وسجل او تالق انت رحت في داهيه، انت الرانك بتاعك نزل، انت هتنزل في الرانك جامد. فالنهارده اللي معهوش هالاند انت في ذمه الله فانتازيا. النهارده اللي معاه هالاند ومش مكابتنه انت خسرت حوالي تقريبا 13 نقطه. فيعني هالاند يا جماعه ظاهره، بعيد بقى عن الفانتسي خالص، ظاهره تستحق الدراسه بجد. يعني لاعب من اللاعبين اللي هنفضل نتكلم عنهم ونحكي عنهم لسنين قدام. طبعا ربنا طبعا يبارك فيه ويبارك في فورمته، لاننا بنستمتع باللاعبين دول، يعني بنستمتع باللعيبه اللي زي هالاند دول. فان شاء الله يستمر في الملاعب اطول فتره ممكنه، ويقدر ان هو باذن الله يمتعنا ويبدع في الملاعب باذن الله لاطول فتره، والاطول يعني فتره زمنيه ممكنه. هالاند فانتاسيا لازم يكون موجود معاك. هو نسبه ملكيته 80% دلوقتي، لا اتوقع ممكن توصل لاكتر من كده بكتير الفتره اللي جايه، ويحطم تاني ارقام سواء في الفانتسي او في الدوري الانجليزي. يعني مش يعني ما عنديش كلام اقوله اكتر من كده، يعني هو يستحق طبعا اكتر من كده بكتير، ولكن يعني مش عارف اقول ايه، بجد مش عارف اقول ايه. لاعب يعني عمل كل حاجه ولسه بيعمل كل حاجه، ده هو لسه بيبدا، يعني هو بيقول لك دي البدايه. بالشكل ده هالاند مينيمم، يعني مينيمم كده حد ادنى في احرازه الاهداف السنه دي في البريمير ليج هيوصل 40 45 جول بالشكل ده بالمعدل ده، ممكن كمان يعلى عن كده، وانا اتوقع له ده لو مشي بنفس المعدل لا يوصل 40 45 جول مستريح. فيا بختك يا جوارديولا بهالاند، مهاجم يعني يتمناه اي فريق في العالم. يا جماعه نحكم عقلنا، اي حد معهوش هالاند في الفانتسي اجري يا باشا دلوقتي حالا بعد ما تخلص الفيديو، اخبط اللايك والسبسكرايب، والفيديو يخلص اطلع هات هالاند على طول من غير ما تفكر، وحطه عندك في تشكيلتك وسيبه، وهو بيجيب نقط لوحده، بيجيب نقط بقى وهو في الملعب وهو في البيت وهو بيحلم، هو بيجيب نقط، فسيبه. بس كده انا خلصت حلقه النهارده، اشوفكم ان شاء الله في حلقات وفيديوهات جايه كتير.